ممكن تعمليها مش إنِّك تظهري أكتر، لكن إنِّك تختفي، لإن فجأة الكل بيبدأ يدوّر عليكِ. في لحظة معيّنة الديفا بتقرر تختفي، مش علشان ضعيفة، لكن علشان عرفت حقيقة مهمة جدًا، الوجود الدائم بيخلق الاعتياد، والاعتياد ده بيقتل القيمة. الديفا مش دايمًا متاحة، مش دايمًا موجودة، مش دايمًا أول رَد ولا آخر ظهور، هي تختار ترجع لنفسها، تركّز على حياتها، تطوّر نفسها في صمت. الغريب إن في اللحظة اللي بتختفي فيها الناس بتبدأ تسأل هي فين؟ اختفت ليه؟ حصل لها إيه؟ مش لإنِّك حاولتِ تلفتي الانتباه، لكن لإنِّك ببساطة سحبتِ وجودِك. الديفا فاهمة إن الغموض جاذبية، وإن المساحة بتخلق شوق، وإن مش كل حاجة لازم تكون متاحة طول الوقت. هي مش بتختفي للأبد، هي بتختفي لمّا تكون بتتحوّل، ولمّا ترجع بترجع نسخة مستحيل تتنسي. أحيانًا أقوى حضور بيبدأ باختفاء. الفيديو الجاي هاعرّفِك الديفا لمّا بتختفي بتعمل إيه. تابعي السلسلة للآخر.